قصتنا التانية عن ليليث الشيطانة مرضعة الدم. خلونا نتنقل من رومانيا ونروح للعراق، لكن في زمن قديم شوية، زمن الحضارة البابلية القديمة. كانت الناس وقتها بتخاف من روح شريرة، أو بمعنى أصح كانت بتخاف من شيطانة. لما كانت بتظهر لحد كانت بتظهر في صورة ست جميلة، شعرها طويل، اسمها رفيع، لكن عينيها كانت مليانة دموع وحزن. ليليث الشيطانة مرضعة الدم أسطورة كتبها الكهنة البابليين على ألواح من الطين. الألواح دي موجودة دلوقتي في المتحف البريطاني في لندن. الأسطورة بتقول إن الشيطانة ليليث كانت بتظهر بالليل عشان تدور على الأطفال الرضع، كانت بترضعهم دم بدل من اللبن، وكانت كل نقطة دم بتنزل في بق الطفل الرضيع كان قصادها جزء من حياة الطفل ده بتروح، وكانت تفضل ترضع الطفل ده دم لحد لما حياة الطفل ده تنتهي بالكامل. الكهنة كانوا بيعملوا طقوس حماية عشان يحموا الناس ويحموا الأطفال، وكانوا بيعملوا تميمة يعلقوها في البيت، وأحيانا يعلقوها في رقبة الطفل الرضيع. التميمة دي كان بيكتبوا فيها: ابتعدي أيتها الروح العطشة، اتركي هذا البيت، لا دم هنا لك. وبيقال إن لحد النهاردة في بعض الناس بيعملوا طقوس شعبية لما بيتولد لهم أطفال عشان الشيطانة دي ما تقربش ناحيته. ليليث كانت مختلفة عن دراكولا. دراكولا كان بيمص الدم، لكن ليليث كانت بتدي دم للضحية، لكن الاتنين في النهاية كانوا بينهوا الحياة من جسد ضحاياهم تماما.